السلام عليكم، انا دكتور نورهان. ازاي تعمل بحث وما تحطش ايدك على الكيبورد تكتب كلمة ولا يكون عندك اي اخطاء املائية، وتكتب مقدمة وخاتمة وريفرنسز ناجحة ايا كانت كليتك سواء عربي او انجليش. فالفيديو ده هيفيدك، تابعونا وبدون مقدمات طويلة يلا ندخل على اول عنصر معانا. اول عنصر معانا وهو فكرة البحث. الفكرة بمثابة قائد الحرب اللي من غيره الجنود اللي هم متمثلين في العناوين الرئيسية وشرح البراجرافات بتاعتها مش هتمشي بشكل كويس. فاحسن اختيار القائد بتاعك اللي هو الفكرة علشان تكسب في معركة البحث وبحثك يعجب الدكتور. والناس اللي هتقولي هختار الفكرة ازاي، احب اقولك ان من رحمة ربنا بينا الكلية بتبقى منزلة كذا موضوع، هتروحوا زي الشطار كده تختاروا موضوع تقدروا تكتبوا وتبحثوا فيه. ما تروحوش على موضوع فضائي او موضوع لسه محتاج بحث ودراسة وملهوش مصادر كتير وتروحوا انكم تبحثوا فيه، كده هنغرق كلنا ومحدش فيكم هيعمل بحث. ثانيا بقى لازم تعمل لنفسك درافت او مسودة توضح فيها الموضوع هيمشي ازاي. انا نفسي وانا بعمل لك الفيديو ده عملت درافت علشان الموضوع يطلع مترتب ليك وتخرج فاهم ومستفيد. يعني ده مثال على درافت عملتها وانا بعمل بحث صغير في الكلية للدكتور. يا ريت توقفوا الفيديو وتقروها علشان ما اطولش اكتر من كده لو قرأتها. خططت فكرتي هتكون ايه في البحث، وخططت انا هعمل ايه من خلال المسودة، وبدأت التنفيذ بالفعل على البرنامج اللي انا هشتغل عليه. تالت نقطة بقى وهي ازاي تجمع المصادر بذكاء واقل جهد. في الجزء ده لازم تغذي عقلك بانك تقرأ كتير جدا وتدور في مصادر كتير جدا. زي ايه يا دكتور نورهان؟ زي باب ميت وزي جوجل سكولر وزي بنك المعرفة اللي يعتبر من اكبر الموسوعات المعلوماتية في العالم كله. كل ما هتقرأ جزء خاص بكل عنوان خططت انك هتجمع معلومات عنه من خلال الدرافت اللي اتكلمنا عنها، هتاخد له سكرينة بالموبايل. المعلومة اللي انت هتاخدها او هتاخد لها سكرينة اللي عجبتك لازم تاخدها بالعربي وبالانجليش، وما تسألنيش ليه لاني هقولك بعدين. طيب ازاي يا دكتور نورهان الموقع او المواقع اغلبها بيكون انجليش وعايزاني اخد سكرينة بالعربي؟ كل اللي انت هتعمله انك هتنزل تطبيق جوجل ترانسليت وبيبقى فيه خاصية الترجمة التلقائية. لما هتفتح الموقع وتبحث هيظهر لك الكلام انجليش والترجمة الفورية هتترجمه لك عربي على طول. طيب عايز انك ترجع السكرينة انجليش تاني عشان تبقى خدتها بالعربي وبالانجليش، هتضغط على كلمة انجليش زي ما هتشوف في الفيديو التوضيحي ده وبكده تبقى خدت لها عربي وانجليش. طب الخطوة دي هتفيدك في ايه؟ الخطوة دي هتفيدك في ان ترجمة المعلومات اللي معاك وفهمك ليها يكون متوفر. مش كل ما هتقرا المعلومات اللي انت جمعتها دي وتقف معلومة معاك او كلمة تروح تترجمها كده بالحرف، كده مش هنخلص. اعملها وادعيلي. واوعى تنسى تاخد روابط كل معلومة انت بتجيبها او اللي احنا بنقول عليها الريفرنسز بتاعتك اللي بتتحط في اخر صفحة من البحث اللي انت هتحطها في اخر صفحة. ويا ريت ترقموا الروابط دي علشان تعرفوا هي خاصة بانهي معلومة او انهي سكرين انتوا اخدتوها. يعني الرابط رقم 1 خاص باول سكرينة وتاني سكرينة انا واخدها على الموبايل، وهكذا. يا رب تكونوا فهمتوا. مهم قوي تنظموا نفسكم علشان توفروا وقت ومجهود ده انتوا بتبقوا محتاجينه جدا. معلش يمكن طولت عليكم في النقطة دي شوية، بس صدقوني الكلام ده محدش هيقوله لك ابدا. ويا ريت اي حد من الزملاء اللي بيسمعوني دلوقتي لو عارفين اي مصادر للبحث يا ريت يضيفوا اسمائها تحت ويفيدوا اخواتهم اللي هيجوا يبحثوا بعد كده. رابع خطوة دي بقى ودي محدش صدقني هيقولك عليها، وهي انك هتجيب السكرينات اللي انت اخدتها بس اللي هي بالعربي علشان يكون متوفر لك الفهم والمعلومات في نفس الوقت تكون واضحة، وتاخد منها المعلومات اللي انت عايزها تاخدها وتجيب ورق تكتب المعلومات دي بس بصياغة تانية باللغة العربية الفصحى. ليه بقى؟ اولا في حوار اسمه الكوبي رايت كده او حقوق الطبع والنشر، فما ينفعش تاخد الحاجة اللي انت جايبها من دراسة او من بحث حد تاني عامله وتكتبها بنفس الصيغة. لازم تكتب بصيغة تانية. يعني مثلا لو احنا قلنا نهر النيل اطول نهر في العالم، لو انت خدتها كده لازم تكتبها بصيغة تانية وتقول واحدة من اطول انهار العالم او واحد من اطول انهار العالم هو نهر النيل. الصياغة هتختلف، فبالتالي انت كده مش هتكون واخد الكلام كوبي بيست. حد دلوقتي هيجي يتذاكى ويقول لي هو انا مش اصلا حاسب له الريفرنسز وممكن يروح ويدور؟ يعني انا جايب له ان الحوار اللي انا جايبه لك ده كوبي بيست من الموقع ده، ما هو كده عارف ان انا جايبه من مواقع تانية.
عايزه افهمك ان كتابتك للريفرنسز علشان تقول له يا دكتور الكلام اللي انا جايبه لك ده كلام علمي ومبني على دراسات ومش خزعبلات ولا انا جايبه من بيتنا. يعني انت جايب له دليل بالدراسه اللي انت جايب الرابط بتاعها، او جايب دليل على كلامك. ممكن هو بقى يدخل ويشوف انك ناقل الكلام ده كوبي بيست، ووقتها انت كده اخدت مجهود حد تاني، فمش هيبقى اسمه بحث علمي، ده هيبقى اسمه نقل علمي. المهم بعد ما هتلخص المعلومات دي بطريقتك باللغة العربية الفصحى، وليه بقى بالفصحى تحديدا؟ علشان المترجم ما بيعترفش غير باللغة العربية الفصحى، ودي اللي هتطلع لك الترجمة للغة تانية بطريقة صحيحة. المترجمات او تطبيقات الترجمة مش بتعترف باللغة العامية. يعني مثلا لو قلت انا قادم مش زي انا جاي باللغة العامية المصرية، فاهميني يا جماعة؟ فانك تقول المعلومات باللغة الفصحى او باللغة العربية الفصحى ده هيوفر عليك اخطاء املائية كتير وهتريح نفسك. هتفتح بقى علامة الميكروفون علشان توفر على نفسك كتابة بالكيبورد، وبعدين هتقول الباراجرافات اللي انت كاتبها بالعربي، بس هتكون مشغل انك لما تقول له عربي هو هيحول الكلام اللي انت بتقوله ده لانجليش. يعني انا مثلا دلوقتي هفتح قدامكم علامة المايك وهقول لجوجل ترانسليت نهر النيل هو احد اطول الانهار في العالم، هتلاقوه تلقائيا بقى مترجم لي الجمله اللي انا قلتها، بس دخلتها له انه يترجمها لي الانجليش على طول. طلعت هعمل لها ايه بقى؟ نيجي للخطوه اللي بعد كده، حضرتك هتاخد لها كوبي. كنت اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو من الفيديوهات القصيرة، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، انا شرحته على الواتس بس ممكن تاخدوا نفس الخطوات وتعملوها على تليجرام. الفيديو ده مهم قوي 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 عشان في ناس كتير ما بتعرفش ازاي تعمل جروب خاص بيها على التليجرام او على واتساب، وهتبعت النسخة دي هناك. في نفس الوقت هتكون فاتح نفس شات التليجرام اللي موجود على الموبايل على الكمبيوتر في نفس الوقت، هتلاقي الجمل دي او الكتابة دي اتبعتت على جروب التليجرام اللي موجود على اللابتوب. هتيجي واخد لها كوبي وهتيجي مدخلها على البرنامج اللي انت بتكتب عليه، سواء كان الباوربوينت او الوورد. صدقوني الموضوع ممكن يبان ليكم معقد وخطواته طويلة، لكن صدقوني انا من كتر التكرار الموضوع او كتابة باراجراف واحد ما كانتش بتاخد مني اكتر من دقيقة ونص. يبقى هتترجموا وهتاخدوا نسخة تحطوها على تليجرام الموبايل، هتوصل في نفس الوقت للتليجرام بتاع الكمبيوتر، هتاخدوا كوبي من تليجرام الكمبيوتر تحطوه بيست على طول في البرنامج اللي انتوا بتكتبوا عليه. حد هيقول لي وليه الغلبة دي يا دكتور نورهان؟ طب ما انا استخدم الفويس او مسجل الصوت اللي بيبقى موجود في البرامج افضل لي. هقول لك الفويس ده بيبقى معتمد على انك تدخله الكلام انجليش، وممكن لو انت اخطأت في النطق باللغة الانجليزية يطلع عندك اخطاء املائية. فعشان اوفر عليك كل الحوارات دي وما تدخلش على موقع تانية، اعمل اللي انا بقولك عليه ده بالظبط. خامس خطوة بقى وهي اننا هنكتب المقدمة والخاتمة. حد دلوقتي هيقول لي هو مش المفروض المقدمة دي والخاتمة بتبقى في البداية؟ هقولك اوعى تعمل الغلطة الفظيعة دي. القراية والبحث الكتير هيخلوك بدل ما كنت بتكتب مقدمة او خاتمة كفاءتهم في البداية 50%، في النهاية هتكتب مقدمة وخاتمة الكفاءة بتاعتهم 95%. طيب المقدمة دي مواصفاتها هتكون ايه؟ لازم تكون مقدمتك ما تكونش طويلة ولا قصيرة قوي. عارفين المقدمات اللي هي وصفت كل حاجة من غير اي مجهود؟ مش عايزاكوا تتخضوا، يعني انتوا مش هتخترعوا الذرة او هتطلعوا المريخ. لما تقروا كتير والله هتلاقوا نفسكوا عارفين كلمات قيمة كده لو حطيتوها في المقدمة تخلي المقدمة بتاعتكوا قصيرة وفي نفس الوقت كافية ووافية انها تشرح الموضوع وتجذب الدكتور ان هو يبص على البحث. هديكم مثال عشان انتوا بجد صعبتوا عليا. كان عندي موضوع في الكلية بيتكلم عن دور البلازميدات في زيادة بعض الهرمونات زي هرمون الانسولين. تعالوا اقول لكم المقدمه اللي انا كتبتها للدكتور علشان احولها بعد كده لانجليش. كتبت للدكتور في المقدمه: كثير من المرضى قد عانوا لمده 4000 سنه من مرض السكر الناجم عن نقص هرمون الانسولين، حتى بعد اكتشاف الهرمون عانوا من نقص كميته، الى ان توصل العلماء بعد معاناه طويله من البحث الى السر الذي ادى لزياده كميه الهرمون وانواع اخرى من الهرمونات باقل واسهل الطرق. هيا بينا لنتعرف كيف حدث هذا. زي ما حضراتكم شايفين انا كتبت الكلام ده على جوجل ترانسليت، اداني نسخة منه بالانجليش، هاخدها واحطها على التليجرام بتاع الموبايل هياخدها يحطها لي على تليجرام اللاب، هاخد نسخة منها واجي احطها في
البرنامج اللي انا بكتب عليه. يعني انا عدت لكم الخطوات تاني هيت، عارفه ان ممكن حد فيكم يمل، بس انا بعيدها تاني عشان الناس اللي مش واصله لها المعلومه قوي. الخاتمة بقى هتكتبوا فيها الفايدة من البحث واهم العناصر اللي انتوا اتكلمتوا عنها. هسيبها لكم بقى تكتبوها مع نفسكم عشان ما اطولش اكتر من كده. اخر صفحة هتكتبوا فيها المصادر مترقمة. احنا قلنا قبل كده نرقم المصادر ونرتبها مع المعلومات، يعني الرابط رقم 1 مع الصفحة رقم 1 وهكذا، علشان الدنيا ما تبص ولا تسيح منكم. كل الريفرنسز دي هتحطوها في اخر صفحة. ومبروك عليكم بحث ناجح وبالتوفيق ان شاء الله. انا كده خلصت، بس كلامي معاكم مش بحبه ابدا يخلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.